السلام عليكم ورحمة الله. هاد الميدان ديال العلاج الطبيعي كيلاقينا مع بزاف ديال الناس، كتلقاه نفسيته دائما ما مرتاحش، دائما هو نفسيا ماشي هو هذاك. وكتلقى منهم بزاف ديال الناس مرتاحين ماديا، يعني عندهم الفلوس، عندهم مثلا خدمة مزيانة، عندهم الدار، عندهم الطوموبيل، كتلقى حتى يعني علاقته مع الناس مزيانة، حالته مثلا العائلية مزيانة، لكن هو نفسيا ما مرتاحش، دائما كتلقاه ما عاجبوش الحال، دير مع راسو ما عاجبوش الحال. فكتلقى السبب هو انه ما خدمش على جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى كتكون عضويه، والحاجه الثانيه معنويه او لا نفسيه. بالنسبه للحاجه العضويه هي المصران، القولون العصبي، كتلقاه دائما المصران ديالو دائما منفوخ، دائما اعزكم الله عامر فضلات، ما كينقيش المصران ديالو. فهذا مليون في المية ما عمرو غادي يكون مرتاح، دائما نفسيته ما مرتاحش، واخا يكون اللي عنده، واخا تكون اسباب الراحه واسباب السعاده كلها متوفره، ما غاديش يكون مرتاح، دائما نفسيه هابطه تحت الصفر. فالانسان دائما يحاول يرد البال للمصران ديالو، خصوصا الا كان كيلقى راسو مثلا ما كيمشيش للمرحاض عزكم الله من يومين 3 ايام 4 ايام عاد كيمشي للمرحاض. هذا راه 100% ما غاديش يكون مرتاح، لان سبحان الله لما كيكون المصران مرتاح، يعني ما منفوخش، ما فيش الغازات، ما فيش الفضلات، كتكون النفسيه مرتاحه، وكتكون راشقه الانسان اللي يدير بزاف ديال الحوايج، يخدم، ينوض الخدمه مزيان، يخرج، يتسارى، يدير بزاف ديال الحوايج اللي كتكون في الحياه اليوميه. لكن الا كان داك المصران دائما مكرفس، دائما مزير، عمليه الاخراج كتكون مثلا مزيره، فهذا لا شك ان ما غاديش يكون مرتاح. فالانسان لا بد يحاول يهتم بهذه المساله هذه ديال المصران، يحاول ينقيها. الحمد لله كاينين وسائل باش يمكننا نقيو المصران. كاين مثلا اعشاب طبيعيه، كاين مثلا مشروبات مثلا كتكون عباره عن اعشاب مثلا مقطره، هذه كتحاول مثلا تنقي المصران، تحيد هذوك لي غاز، فبالتالي الانسان كيرتاح. وحتى الانسان الا ما لقاش مثلا هاد المواد هادو، راه يقدر يدير شي وصفات اللي هي طبيعيه، اللي هي ساهله عندك غير في الكوزينه. دخل غير الانترنت ودير مثلا اليوتيوب ولا الفيسبوك، ودير مثلا شي وصفات، بحث على شي وصفات ديال مثلا تنظيف القولون. انا نعطيك مثلا واحد الوصفه ساهله تقدر ديرها في دارك. جيب حبه حلاوه، جيب النافع، جيب زريعه الكرافس، وجيب الكمون البلدي، هذا 4 د الحوايج. خذ منهم واحد القسط، نقيهم يكونوا بلديين طبيعيين، نقيهم، غسلهم ونقيهم، وملي يبسوا طحنهم مجموعين، وبقى تاخذ معلقه اي وقت فوق ما كليت مثلا مور الماكله، خذ واحد المعلقه ديرها في فمك واشرب عليها الماء فقط، وغادي تحس بواحد التحسن كبير الحمد لله. هذا العامل العضوي. العامل النفسي هو ان الانسان ما كيديرش الاذكار، وهذه المساله كيغفل عليها بزاف ديال الناس. راه الاذكار ديال الصباح، اذكار المساء، اذكار الخروج من المنزل، الدخول الى المنزل، الدخول للخلاء، الخروج من الخلاء، المسجد، الخروج من المسجد، هادو راه واحد المسائل اللي كتعاون الانسان نفسيا بواحد الشكل اللي هي كبير بزاف. علاش؟ لانك كدير واحد الوقايه بينك وبين الشيطان، ما كيبقاش ابليس تابعك، ما كيبقاش ابليس منكدها عليك. بحال مثلا الانسان لما كيخرج الصباح من الدار مثلا وكيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كيقول له الشيطان ووقيت وهديت وكفيت وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم. يعني الشيطان كيبعد عليك النهار كامل، فبالتالي كتكون انت مرتاح. راه قداش ما كان ابليس ضاغط عليك وكان معاك، راه ما عمرك تكون مرتاح. فلهذا الانسان ما يغفلش على الاذكار. نصلي الفجر ندير اذكار الصباح، نصلي مثلا العصر ندير اذكار المساء، نذكر الله تعالى، والاذكار لهم كثيره. فهذه المسائل هذه لابد الانسان ينتبه لها باش حياته تكون الحمد لله مرتاحه، ويعيش بواحد النفسيه مرتاحه. نسال الله تعالى الشفاء للجميع. السلام عليكم.